الجزائري. الجميع يترقب اسم المدرب القادم. الفاف ستفصل في هذا الموضوع بداية من هذا الأسبوع. على اسمين تتفاوض معهما الاتحادية، والشيء اللي كان واضح من البداية بيتكوفيتش البوسني الأصل السويسري الجنسية، والمدرب البرتغالي بيسيرو الذي سبق له قيادة. أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدي الأكارم. إذن عدد اليوم نبدأه بالمنتخب الوطني الجزائري. الجميع يترقب اسم المدرب القادم. الفاف ستفصل في هذا الموضوع بداية من هذا الأسبوع. على طاولتها اسمين لا ثالث لهما. الفاف ستفصل بين بيسيرو وبيتكوفيتش. من سيدرب الخضر يا ترى؟ اليوم اولا السلام عليكم. اولا اليوم نشوفوا حتى رئيس الاتحاد الجزائري وليد صادي كان ادلى بتصريحات في هذا الاسبوع تحدث فيها على العديد من الامور، وتحدث مع صحفي التلفزيون العمومي، يعني تحدث معه بايجاز. حتى هو خرج معلومه قال لك فيه اسمين تتفاوض معهما الاتحاديه، والشيء اللي كان واضح من البدايه بيتكوفيتش البوسني الأصل السويسري الجنسية، والمدرب البرتغالي بيسيرو الذي سبق له قيادة منتخب نيجيريا إلى النهائي فقط في الأيام الفارطة، يعني في شهر فبراير هذا اللي نحن فيه. اليوم الاتحاد الجزائري كان يبقى يفاضل بين بيتكوفيتش وبين بيسيرو. الاتصالات معهما كانت متقدمة لدرجة كبيرة. اليوم من جهة بيسيرو حسب ما يقال في البرتغال وفي يعني لابواط كي جار لي زافير دو بيسيرو، يقول لك بعثوا لنا اون كوبي دو كونطرا، تحدثنا شفنا واش فيها واش ما فيهاش، اتفقنا على كل شيء. هذه معلومه يعني نقولها لك، اتفقنا على كل شيء. وردوا على الاتحاديه، يعني عن طريق محامي بيسيرو ردوا على الاتحاديه، لانه هذا الامر يخص المحامي، هو اللي يشوف لي كلوز دو كونطرا واش فيهم واش ما فيهمش. اتفقوا على كل شيء، الراتب، الطاقم الفني، كل ما يخص لا لوجيستيك، لي بي دافيون، شحال يقعد. تؤكد ميدو بان بيسيرو اعطى موافقته النهائيه لتدريب المنتخب الوطني الجزائري، واتفق أو وافق على كل شروط الفاف، والآن الكرة في مرمى فقط تحفظات بسيطة صغيرة، ما تقدرش تخرج هذه التحفظات وشنو هي، تخص بعض النقاط في عقده فقط. لكن الموافقة الأولية للمدرب بيسيرو منحها للاتحاد الجزائري. من الجانب الآخر أعتقد بأنه حتى بيتكوفيتش أعطى الموافقة لتدريب المنتخب الجزائري. الآن الاتحاد هو سي لا فيديراسيون دو ترونشي، هي من ستتخذ القرار بشأن من سيكون مدرب المنتخب الوطني. إذن أعيد انطلاقا من تربص مارس القادم. أعيد تلخيص كلامك. ميدو يقول بأن المدرب البرتغالي بيسيرو أعطى موافقته لوليد صادي ولي الفاف من أجل تدريب الخضر، ووافق تقريبا على كل شروط الفاف. بقيت تحفظات بسيطة جدا يمكن معالجتها، ولكن يعني يمكن للفاف أن تعتمد على هذا المدرب بداية من الأسبوع القادم. لكن ربما ابن شبير لديه رأي آخر. هل بيتكوفيتش أيضا وافق على شروط الفاف أمين؟ شوف، أنا ما عنديش معلومة، ليست لدي المعلومة إن كان وافق أم لم يوافق، ولكن ما كان لدي معلومات قبل أيام قليلة فقط هو أن بيتكوفيتش كان هو الأقرب لتولي العارضة الفنية للمنتخب الوطني الجزائري خلفا للناخب الماضي جمال بالماضي. الآن كانت هناك تقارير تحدثت في الأيام القليلة الماضية عن ارتباط بيتكوفيتش أيضا بالاتحادية الصينية التي أرادت أن تتعاقد مع هذا المدرب. هذا الخبر صحيح، ولكن ليس إلى درجة التي تحدثت بها العديد من التقارير. كان مرشحا من ضمن العديد من المرشحين، وهو ربما كان أضعف مرشح من بين هؤلاء المرشحين لتدريب المنتخب الصيني. لذلك ربما وكلاء المدرب استعملوا اسم الاتحادية الصينية والمنتخب الصيني من أجل الضغط على الاتحادية الجزائرية لرفع العرض المالي لبيتكوفيتش. وهذه الأمور معروفة وتحدث كثيرا في عالم كرة القدم، سواء المدربين أو اللاعبين. الآن يتم تداول العديد من المعلومات يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى عبر العديد من الصفحات الإعلامية والقنوات الإعلامية، وهي أخبار لا أساس لها من الصحة. مثلا سمعنا في الأيام القليلة الماضية أن رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد وليد صادي تنقل إلى سويسرا من أجل الاتفاق النهائي مع بيتكوفيتش. هذا الأمر لا أساس له من الصحة. صحيح أن رئيس الاتحادية سافر خارج الجزائر
الجزائر، ولكن سفره كان نحو إيطاليا وليس نحو سويسرا. سفره لم يكن له أي علاقة بعمله على رأس الاتحادية الجزائرية ولا علاقة له بمستقبل المنتخب الوطني الجزائري. لذلك في الأيام القليلة المقبلة ستتوضح الأمور نهائيا، ستتوضح هوية المدرب الجديد للنخبة الوطنية. ولو أني حسب الأخبار التي لدي أتوقع أن يكون بيتكوفيتش هو المدرب الجديد للمنتخب الوطني الجزائري. تبقى الأيام القليلة المقبلة الفاصل داري من سيناريو فقط بشأن بيتكوفيتش. مانيش نقلل منه، مدرب قاد المنتخب السويسري في كأسين عالميتين وآخر تجربة في بوردو كان فشل، لكن بيتكوفيتش حذاري من سيناريو الكاراس، لأنه لا يعرف حتى بوابة إفريقيا أين تقع. لما جبنا الكاراس بصفر خبرة إفريقية خسرنا في زامبيا وشفنا العديد من الأمور اللي كانت ممشى. حتى الكاراس كان مدرب، خليني أقول لك، في الدوري الإسباني كانت عنده سان انستركتور ثاني أيضا يدرس في الجامعات كرة القدم في إسبانيا، لكن لما جاء المنتخب الوطني بدون أي خبرة في إفريقيا شفنا النتائج كيفاش مشات معه. الخبرة الإفريقية أعتقد بأنه الاتحاد الجزائري راح يكون عنده هذاك ولا رئيس الاتحاد راح يفكر أيضا بهذه الطريقة تاع أنه المدرب هذا ما عندوش خبرة في إفريقيا، لم يسبق له أن قاد أي مباراة فوق في إفريقيا، عكس ربما بيسيرو. أنا مانيش هنا نطبل بيسيرو، خبرة في إفريقيا. ونطرينا الأهلي ونطرينا نيجيريا. درب الأهلي لموسم واحد فقط من عام 2015 إلى 2016 فقط، بعدها بقي لمدة تقريبا 9 سنوات قبل أن يتولى تدريب المنتخب النيجيري. عام واحد فقط ميدو، عام وصفر. كيف سامحني ميدو، لا ماشي كيف صح، عام واحد فقط. ربما إن كان لعب مباريات يعني كثيرة فلن يتعدى عدد المباريات الإفريقية مع النادي الأهلي 10 مباريات في ذلك العام. لذلك الخبرة، أنا ضد هذه الخبرة الإفريقية المطلوبة. يا أخي يأتي يكون لديه مشروع عمل. أهل مكة أدرى بشعابها. أن تأتي بمدرب خبير ويعرف إفريقيا أفضل من أن تأتي بمدرب يحاول أن يكتشف الآن أدغال إفريقيا. كرة القدم في إفريقيا أمين تختلف كلية عن كرة القدم جمال في بقية محمد عنده خبرة إفريقية كمدرب، لكنه الجزائري ولعب في المنتخب الوطني. ماناش نهضروا على اللاعب، انا نهضروا على التدريب. نفرقوا بين اللاعب والمدرب. خبرة تقدر تكتسبها كلاعب، تقدر تكتسبها كمدرب. لما تكون مشيت لإفريقيا ولعبت مع المنتخب الوطني في إفريقيا وانت جزائري وتأتي للجزائر تكون تعرف إفريقيا. أما أنه مدرب بوسني جنسية سويسرية لم يعمل ابدا لا في نادي افريقي ولا في منتخب افريقيا ولم يشارك في كاس افريقيا لا كلاعب ولا كمدرب، وياتي اليك من اجل ان يكتشف ادغال افريقيا، هنا امور نحن لا نقول بانه سيفشل، ولكن نسبة النجاح تكون أقل من مدرب آخر يعرف إفريقيا أفضل. كنت افونتاجيوك وحابين تهضروا على بيسي، أنا شخصيا يقول لك طبل نو مش بال نهضروا يعني واقع. هذا المدرب عمل في إفريقيا وهذا المدرب لم يعمل في افريقيا. كاين نقطه مع الاول بعد اعضاء لجنه اختيار المدرب كانوا شغل باصاو عليها، يقول لك لازم يكون يهدر فرنسي. اليوم هاد المدربين الاثنين لا يتحدثان الفرنسيه. بيتكوفيتش يحكي السويس المو ويهدر اونجلي، وبيسيرو يتحدث البرتغاليه والاسبانيه والانجليزيه. على مازالنا في هذيك تاع لازم مونطرينور يهدر فرنسي. علاش لازم مدرب يتحدث الفرنسيه حتى يستطيع التواصل مع اللاعبين المغتربين؟ اليوم اللاعبين المغتربين وين يلعبوا؟ انت عندك المنتخب الوطني الجزائري مشكل اغلبيته من لاعبين مغتربين في اوروبا. هذا المدرب كلهم يتكلموا اللغه الانجليزيه، التواصل راح يكون سهل. كيروش في مصر كان مترجم ومشى للدور النهائي. رونار مع المنتخب السعودي واش من دور مشى؟ رونار لا كيروش الدور النهائي. هل كانت لديه خبرة قبل المنتخب المصري في افريقيا؟ هل كانت لديه خبرة؟ ما كانتش عنده خبرة افريقية. هكذا وصل الى المباراة النهائية. نحن عندما نتحدث عن هذا النقطة قبله كان مدرب مصري للمنتخب المصري لديه خبرة افريقية واسعة، لكنه فشل في قيادة المنتخب المصري. نحن لا نقول عندك اسمعني، عندك صحيح انك لما تكون عندك خبرة افريقية عندك افضلية على مدربين هذا ما نريد قوله، ولكن هذا الامر وانا واش حبيت نقول انا معاك، انا في نفس الطريق برك نفهموا الجمهور. ضدانات واحد ما فيهش، ماشي واحد ضدانات واحد ما فيهش. نهاية الطريقين هي نفسها. عندك الخبرة الإفريقية، هذا شيء إضافي جيد في المسيرة تاعك، ولكن
هذا الامر ليس معيارا الان. يقدر يجي مدرب ما عنده حتى خبره افريقيه وينجح مع المجموعه وتولي عنده خبره افريقيه ويقدر يدي حتى كاس افريقيا ويقود المجموعه الى ابعد من ذلك. هذا واش حبيت نقول. نعم. امين.